سلام، واش رايكم سافا؟ اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم هذا الجاتو اللي راه داير حالة في المواقع التواصل الاجتماعي، جاتو الريشة على طريقتي الخاصة بديكور بزاف شباب. نتمنى تجربوا هذه الوصفة في العيد، راح يعجب بزاف ضيوفكم. تبعوا معايا الطريقة والمقادير. بسم الله. راح نحتاجو 500 غرام تاع زبدة اللي تكون بحرارة الغرفة، كاس الا ربع سكر ناعم، وراح نحتاجو 3 صفر مع حبة بيض كاملة. هذه الحبة الأولى، وراح نزيد 3 صفار. فوالا. وعندي هنايا نص كاس تاع نشا مايزينا مع نص كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي بودغ، ونص كاس تاع كاكاو، وعندي عطر الشوكولا ومغرفة كبيرة تاع عسل. عندي هنايا ربع كاس تاع زيت، ونخلط كل شيء بالباتور. هنايا الباتور راح يزكي لكم الكمية تاع الصابلي تاعكم ويجيكم يعني بزاف. فوالا، يضاعف لنا الحجم تاعه. راح نهبط كامل هذيك الزبدة اللي تكون في الأطراف ونكمل نخلط. بعد ما ينسجموا كامل هذوك المقادير راح نزيد كاس تاع فرينة لازم تكون منخولة، ونخلط بالباتور كمرحلة أولى، ونزيد الكمية الثانية من الفرينة مع رشة تاع خميرة كيميائية. والفرينة ديروها غير بشوية باه ما تنشفوش الصابلي تاعكم، لأنه العجينة تشرب كمية الفرينة ويجيكم قاصح، على بها خلوه طري بهذا الشكل. راح نتحصلوا على هذا القوام، يعني العجينة تكون طرية بزاف. نديروها في كيس بلاستيكي ولا بابي سيلوفان ونخلوها تريح 10 دقائق باش نخدموا بها. عندي هنايا شوكولا ما درت لها والو، يعني بدون اضافات، ذوبتها فوق باماغي. وعندي ال هذا البلاستيك اللي يديروا فيه الشوكولا، وكاين تاع سيليكون يعني، لكن هذا افضل لانه يعني فيه بزاف باه ما تضلوش ديروا غير بزوج حبات ولا بالحبه. وهذا هذا الرشيم تاع الريشه كنت ديجا شاركت معاكم الوصفه العام اللي فات في العيد، حتى السنه راه طوندونس يعني وراه داير حاله. حتى نخليها لكم في صندوق الوصفه الثانيه. نعمروهم كيما هكا وندخلهم للفريجيدير ما دقيقه يكونوا واجدين معاكم. راح نديمو ليهم بهذا الشكل. وهذا المول يدير غير ساميل، يعني البري تاعه راه ريزونابل. هنا العجينة تاعي بعد ما ريحت راح نحلها في كيس بلاستيكي، نحلوها بالحلال بسمك يكون شوية رقيق، يعني ما تخشنوش، لانه راح نديرو الكريمة في الوسط باه ما تجيكمش عالية بزاف وتجيكم تقهم. راح نطبع بهذا الطابع. فوالا. ونحيهم ونديرهم في البلاطو تاع الفول اللي كنت درت له بابي كويسون ولا رشيته بالفرينه، ودخلوه للفرن على درجه حراره اللي تكون متوسطه حتى يطيب. نجو نحضروا كريمه الزبده. راح نحتاجو 160 غرام تاع زبدة اللي تكون بحرارة الغرفة مع 160 غرام تاع سكر ناعم، نخلطوهم غاية بالباتور. وراح نزيد لهم ربع كاس تاع زيت ونكمل نخلط. وهنا باه تجيكم الكريمه تاعكم بنينه، انا راح نستعمل هذا المرجان. بزاف هايله، عندها واحد الذوق كيما البوينو، تعطيكم مذاق ولا اروع. ولا تنجموا ديروا باتاغون بذوق الكراميل ولا الشوكولا، ونخلطوا حتى يتضاعف الحجم تاعه ونتحصلوا على كريمه. فوالا. هذا هو الجاتو تاعي بعد ما طاب كيما راكم تشوفوا، يعني حمروه شويه من التحت هكا باه يجيكم الجاتو تاعكم بنين. نديروا الكريمه في الوسط وراح نبقى نعمل بهذا الشكل، ونخلو الوسط فارغ بهذا الشكل. وراح ندير في الوسط هذيك الكريمه تاع المرجان. سينو تقدروا ديروا كراميل ولا شوكولا تختيني، يعني اللي متوفر. ونغلق بالحبه الثانيه ونحي كامل هذوك الزوائد بهذا الشكل هكا، باش كي نديرو الشوكولا ما تبقاناش جهه خارجه وجهه داخله. وهذه هي هادو لي مواتيف بعد ما كملتهم. راح ندير لهم ناكري في الدوغي بهذا الشكل هكا باه يجيكم الشكل بزاف شباب. يعني هادو اللمسات هما اللي يعطوا يعني لمسه للكاطو تاعنا ويجي متحف.
نجو للكلاصاج. هنايا كنت ذوبت 200 غرام تاع شوكولا بالحليب فوق باه ماغي، ونزيد لها 2 مغارف كبار تاع زيت وكاوكاو محمص ومرحي، هكا باش نتحصلوا على كلاصاج فيريرو يجي بزاف بنين. وهذا الجاتو تاعي نجيبو فورشات ونديرو فوقها حبة تاع الجاتو ونبقى نقلاصي فيها من كامل لي كوتي تاعها. فوالا، ونحطوها فوق بابي ألمنيوم ولا بابي كويسون هكا باش تنشف. فوالا، ونكملهم كامل بنفس الطريقة، يعني حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي. هنايا قبل ما تنشف الشوكولا راح ندير لها رشة تاع كاكاو. فوالا، وراح نحط فوقها هادوك الموتيف تاع الريشة ونخلوهم حتى ينشفوا. وهذا هو الشكل النهائي للغاتو اللي حضرته لنهار اليوم. شوفوا الله يبارك لا فينيسيون تاعو كيفاه جات. وصفها بزاف سهله تعمر العين، ان شاء الله تكون عجبتكم. اللي يحبوا يديروها لعيد الفطر ولا لمناسباتكم السعيده اللي بعد العيد، خطوبات، مهيبات، تاني للنجاح في البيام والبكالوريا. شكله بزاف راقي وتنجموا يعني تقدموه في جميع المناسبات. والبنه بزاف 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 هايله، والعجينه بزاف هشه. إن شاء الله إذا عجبكم الفيديو حبيباتي ما تنسونيش بالاشتراك واللايك. سلام.